بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح اليوم هيكون بيتكلم عن برنامج ايقونات سطح المكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا رفعت لكم البرنامج على مركز الخليج. كل اللي هنحتاجه دلوقتي رابط التحميل، هسيبه لكم اسفل الفيديو ان شاء الله. كل ما عليكم الان هتنزل تحت الفيديو تاخد الرابط نسخ زي ما انت شايف نسخ، وتروح تفتح صفحة جوه الكروم وتفتح صفحة جديدة وتحط الرابط اللي انت خدته لصق وانتر على طول زي ما انت شايف. وداك على مركز الخليج. اسم الملف المضغوط اسمه مقدم من موقع المصري للمعلوميات. حجم الملف 30 ميجا اهو زي ما انتم شايفين. خلاص، كل ما عليك دلوقتي هتتك على اضغط هنا لتنزيل الملف عشان بحيث الملف ينزل عندك. نضغط هنا وثواني والتحميل هيظهر لنا على طول زي ما انتم شايفين. التحميل ظهر لنا. حجم الملف 30 ميجا. تعمل بدء التحميل على طول زي ما انت شايف. البرنامج بيحمل معانا اهو، بس انا للاسف مش هقدر احمله عشان هو موجود عندي. خلاص، فانا هعمل ايقاف وهشيل التحميل. ماشي، ننزل تحت كده بعد ما التحميل يكتمل معاكم يا جماعه. هيبقى لكم ملف مضغوط على الشكل دوت كده. كل ما عليك الان هتفك الضغط عن المجلد المضغوط، تك عليه كليك يمين وثلاث اختيارات هيفك الضغط. فتح لنا الفولدر زي ما انتم شايفين اهو زي ما انتم شايفين اهو. خلاص دي مش عاوزين دلوقتي. فتح لنا الفولدر دوت. اسم الفولدر برضه مقدم من موقع المصري للمعلومات. هنتك على دبل كليك وهيدخلنا على فولدر برضه نفس النظام مقدم من موقع المصري للمعلومات. هنخش عليه، جاب لنا البرنامج اهو والروابط بتاعت البرنامج والحاجات والصفحه الرسميه بتاعت البرنامج والحاجات دي. بس مش عاوزين دلوقتي. كل اللي علينا اللي احنا هنعوزه اللي هو ده. ماشي، اللي هو ده البرنامج اللي تحت. تاني اختيار ماشي، هنتك على دبل كليك وياس على طول. خلاص، نختار اللغه. عاوز انجليزي، يستحسن انجليزي يعني فرنسي اسباني، بس هو يستحسن انجليزي حسب راحتك انت بقى. اختار اللغه اللي انت عاوزها وتتك اوكي على طول. وبعد كده نكست وتحط العلامه موافق على الشروط ونكست وتستعرض يعني هتسطب الملف فين. فانا هقول له مثلا في خالد المصري في الالعاب. هنيجي هنا كده اهو نفتح دوت كده ثم العاب ثم نيجي نسطبه هنا كده مثلا اوكي. خلاص استعرضناه في الالعاب. وبعد كده نكست ونكست تاني ونكست تاني. يسطب معانا البرنامج اهو زي ما انتم شايفين. ماشي اهو. صلوات الله عليك. زي ما انتم شايفين يا جماعه، يستحسن تسيب العلامه ديت كده ماشي عشان يفتح بعد ما تعمل فينش على طول. سيب العلامه دي زي ما هي كده واعمل له فينش. خلاص، ايقونه البرنامج ظهرت معانا على سطح المكتب والبرنامج بيفتح معانا. ثواني والبرنامج هيفتح معانا زي ما انتم شايفين يا جماعه. البرنامج فتح معانا اهو. ماشي، هتيجي هنا وتتك خروج هنا اهو. ماشي، وهتيجي هنا برضو هتعمل ناو. ماشي، البرنامج ظهر معانا على سطح المكتب اهو. خلاص، نيجي بقى نعدل في البرنامج هنا كده معانا اهو. هتيجي هنا اهو وتتك كليك يمين. ماشي، كليك يمين وتيجي على انه اختيار اللي هو دوت. تاني اختيار اللي هو دوت اهو. ماشي، وتنزل هنا كده تاني وتختار اول واحد. صغر معانا اهو. هنيجي عشان ننزله تحت تتك كليك يمين برضو وزي ما انتم شايفين اهو هنا كده مثلا. لا مش هنا، لا اهو زي ما انتم شايفين. هنزله تحت كده زي ما انتم شايفين اهو. ماشي، ونيجي نختار له مصدر ثاني مثلا على سبيل المثال. نيجي هنا كده ونعمل هنا كده مثلا اهو. ونيجي نختار بيت مثلا زي ما انتم شايفين اهو التأثير اللي بيبقى على الايقونات دوت. ماشي،
نتك كليك يمين تاني، ونيجي هنا مثلا كده ونختار له مثلا، او مثلا كليك يمين وتيجي على ده اهي، هنا اهي ساتة اختيار، ماشي، وتتك عليها يفتح لك القائمة الرئيسية بتاعت البرنامج. هتيجي على تيمز هنا اهو، ماشي، وتعدل فيه براحتك. بص اختار من هنا اهو مثلا اهوت يوريك المناظر، خلاص اهوت. انا هختار كده شكل كان عاجبني، فانا هدور عليه واجيبه. اشكال جميله ومن ارقى البرامج بتاعت ايقونات سطح المكتب. انا هختار مثلا شكل كان عاجبني على سبيل المثال. نيجي ننزل تحت كده زي ما انتم شايفين يا جماعه، برنامج جميل جدا ومفيد، حتى بيسهل عليك على سطح المكتب. يعني مثلا عاوز فولدر المنظر ده اللي عاجبني بقى يا جماعه، خلاص هنتك مثلا على المنظر اللي احنا عاوزينه ونعمل اوكي اللي هي هنا، خلاص جاب لنا المنظر اللي احنا عاوزينه اهو زي ما انتم شايفين. نيجي مثلا نحط مثلا على سبيل المثال جوجل كروم، هنمسك جوجل كروم وهننزل بيه تحت كده اهو زي ما انتم شايفين، خلاص جوجل كروم اتحط معانا. نيجي نحط مثلا اوبرا، نمسكه وننزل بيه كده تحت اهو اتحط معانا اوبرا. فايرفوكس، نزيد فايرفوكس نفس النظام اهو، تمام. نيجي مثلا نحط الايفيرا، نيجي كده اهو. برنامج جميل جدا على فكره، فيه مزايا انتوا هتكتشفوها بقى مع نفسكم. كل ما تشتغل عليه اكتر كل ما تكتشف مزايا فيه اكتر ان شاء الله، ماشي. مثلا نيجي نحط ماي كمبيوتر مثلا اهو، ماي كمبيوتر زي ما انتوا شايفين. نيجي نجرب مثلا نفتح ماي كمبيوتر مثلا اهو، فتح لنا ماي كمبيوتر زي ما انتوا شايفين اهو، ماشي. والبرنامج ده بيفتح لك في خاصيه جميله جدا، بيفتح لك ان انت تصور سطح المكتب، ماشي. يعني تيجي على اول اختيار اللي هو هنا دوت وتتك عليه مره واحده، صور لنا سطح المكتب اهو. الصوره نزلت معانا على سطح المكتب اهو، نفتحها خلاص الصوره نزلت معانا، تمام. مزايا جميله جدا يعني، واكتشفوها انتوا بقى مع نفسكم. وفي الاخير لا تنسوا زيارتنا على موقع المصري للمعلومات زي ما انتم شايفين، وعلى قناه على اليوتيوب خالد المصري، ان شاء الله هتلاقوا اللي انتوا عاوزينه، ماشي. وعلى صفحتي على الفيسبوك برنامج تكنولوجيا زي ما انتم شايفين، ان شاء الله برضه هتلاقي اللي انتوا عاوزينه. وعلى تويتر خالد المصري، وان شاء الله برضه هتلاقي اللي انتوا عاوزينه. وان شاء الله نلتقي في شروحات قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.